يا أصحابي، النهاردة حكايتنا جميلة عن مزرعة حلوة قوي فيها حيوانات كتير كلهم بيحبوا بعض وبيلعبوا مع بعض، وصوت العصافير وكل حاجة حلوة في المزرعة. بس كان في معزة سمينة ومعزة رفيعة. تعالوا شوفوا بنقول لبعض ايه. صباح الخير، ازيك عاملة ايه؟ انتي لسه برضو ما بتاكليش كويس؟ انتي هتفضلي رفيعة كده على طول، ولا هتقدري تجري ولا تلعبي زي ما انا بجري وبلعب. ده انا باكل حلو قوي، ده انا بصي شكلي حلو ازاي، وبصي الصوف بتاعي مالي جسمي ازاي. لكن انتي عاملة كده ليه؟ نحيفة وضعيفة، يعني مش حلوة خالص. انا مش نحيفة ولا ضعيفة، انا اقدر اجري والعب زيك. ما تقوليش كده تاني، انا كده بتضايق، انت كده بتزعليني قوي. طب يلا نلعب. لا انا مش هلعب معاكي تاني، انا هروح لماما. انا مخصماكي ومش عايزه العب معاكي، انت كل ما تشوفيني تقوليلي ان انا رفيعه ونحيفه وضعيفه. انا مش هلعب معاكي خالص. وفعلا يا أصحابي، كل يوم المعزة السمينة تقول للمعزة الرفيعة: انتي نحيفة، انتي ضعيفة، انتي مينفعش تجري وتلعبي معايا. هو ينفع حد يقول لأصحابه كده؟ ده كده وحش خالص، وكمان غلط قوي. زعلت منها صاحبتها، وصاحبتها قالت لها: انا مش هلعب معاكي تاني. يا أرنوب يا أرنوب، تعالى العب معايا. ايه في ايه يا معزة يا صغننة؟ مالك بتعيطي ليه؟ الله، مين زعلك كده؟ المعزة صاحبتي سمينة عمالة تقولي ان انا رفيعة ونحيلة ومش بينفع تلعب معايا، وهي حلوة وعندها صوف كتير وانا ما عنديش. احنا هنا كلنا في المزرعة اصحاب واخوات، وما يصحش ان حد يزعل التاني ويقول عليه ان هو ضعيف ونحيل. انتي غلطانة. الله، انا سمعت ان المعزة الصغننة كانت النهاردة بتعيط جامد قوي. يا ترى في ايه؟ المعزة السمينة كانت بتتريق عليا وتقول ان انا ضعيفة ونحيلة وما عنديش صوف. طيب ما تزعليش، هنلعب النهاردة مع بعض ومن غير المعزة السمينة، وهي كده عقاب ليها انها مش هتلعب معانا النهاردة. بس هي صاحبتي وانا بحبها. اي نعم هي ضايقتني، بس انا ممكن اسامحها. طب يلا ننده لها ونقول لها: تعالي العبي معانا. وفعلا المعزة الطيبة راحت قعدت تنده على صاحبتها وتقول لها: تعالي العبي معانا، والغزالة وأرنوب كمان. لكن للأسف لقوها بتعيط جامد قوي. شفتوا ايه اللي حصل لي؟ شفتوا ايه اللي حصل لي؟ انتوا ما تعرفوش حصل لي ايه بعد ما انتوا مشيتوا. انا زعلت قوي عشان زعلت صاحبتي. انا ما كنتش اقصد، انا اسفه، انا ما كنتش اقصد ازعلك. طب في ايه؟ من غير عياط، عايزين نعرف ايه اللي حصل. تعرفوا يا أصحابي إيه اللي حصل؟ عم حسن صاحب المزرعة قرر إنه يبيع المعزة السمينة في السوق لأنها هتجيب فلوس كتير، وبكده هتخرج من المزرعة. فهي سمعت كده وقعدت تعيط 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 عشان هي هتخرج من المزرعة. وزعلت المعزة الطيبة على الصغنونة الرفيعة على معزة السمينة اللي عمالة تقول أنا حلوة وجميلة وعندي صوف كتير. وقرروا الحيوانات إن هم يساعدوا المعزة السمينة، وكمان صاحبتها المعزة الرفيعة كانت أكتر واحدة متمسكة بالمعزة السمينة في المزرعة، وهي كمان عرفت ان هي غلطانة في حق المعزة الرفيعة وان ما يصحش تقول لها كده تاني، واعتذرت لها. يلا بقى يا معزة امشي معايا، يلا عشان نروح السوق دلوقتي، نروح من بدري عشان نلحق السوق ونلحق نشوف حد يشتريكي. يعني انا همشي من هنا؟ يعني انا مش هلعب مع اصحابي؟ انا همشي من المزرعة؟ من فضلك خليني العب مع اصحابي، خليني اقعد في المزرعة. انا سمعت ان انتي بتضايقي اصحابك وبتقولي على المعزة الرفيعة ان هي نحيلة ورفيعة
وانك انت تخينة وجميلة وسمينة وكلك لحم وعندك صوف، ما ينفعش بين الاصحاب كده. انا فعلا غلطت واعتذرت لصاحبتي، وصاحبتي قبلت الاعتذار، وانا مش هزعلها تاني ابدا. ايوه انا خلاص ما بقتش زعلانة، انا بحب صاحبتي قوي، من فضلك ما تبحاش. عم حسن كان قاصد ان هو يقول لها كده علشان يعرفها ان هي غلطانة قوي، وهي اول ما عرفت الموضوع ده اعتذرت لصاحبتها وعرفت ان هي غلطانة، وما كررتش الموضوع ده تاني، وبقوا اصحاب قوي ومبقوش بيزعلوا بعض خالص. احنا كمان يا حبايبي منقولش لاصحابنا انت تخين وانت رفيع وانت سمين وانت قصير وانت طويل، لا كلنا نحب بعض. محدش يقول لحد من اصحابه انت تخين او انت، لا كلنا مع بعض.